برشح لكم النهارده الفيلم النرويجي سنتيمنتال فاليو اللي هو من افضل الافلام اللي تناسب الفتره الشتويه اللي احنا فيها، غير انه واحد من اعظم افلام سنه 2025. الفيلم حقيقي مش عارف اوصف كميه المشاعر اللي هتحسها وانت بتتفرج، لانه بيناقش علاقات كتير في اطار دراما عائليه زي الابوه والاخوه، وفكره ان قرار منك ممكن يسبب في تقصيرك في حق شخص تاني. ده غير ان هو كمان ممكن يكون هو اللي اولوية انه يعمل ده، وفكرة الاب نفسه اللي مع الوقت ومع الزمن وكبره في السن بيفهم غلطته، وان طبعا مفيش حاجة في الدنيا بتفضل على حالها، وان اي حاجة حصلت زمان بتأثر في المستقبل. وهو انه يدرك ده بالنسبة لي بيطلع اداء اكتر من رائع من ستيلان سكارسجارد اللي اتمنى انه يترشح عن الاوسكار في الفيلم ده. ده غير اداء البنات في الفيلم عظيم زي رينيت رينسيفي واللي انا اصلا بحبها جدا، هي كمان عامله اداء اكتر من رائع في الفيلم ده. وحتى إيلا فانينج اللي في اخر فتره بتشارك في افلام كبيره وبتأدي فيها بشكل جيد جدا. ده غير التصوير في الفيلم اكتر من رائع. انا حقيقي حسيت بدفى مش طبيعي واتأثرت بتفاصيل كتير في الفيلم. وتقييمي لفيلم سنتيمنتال فاليو هو 9/10.